السلام عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا من واحد الكائن اللي سميتو نول، وكيقول لنا بلي ولادو حبسوه في هاد البلاصه، وباش يقدر يتحرر غيخاصو واحد المفتاح اللي سميتو الكودكس. تما كيامر واحد الكائنات باش يجيبوه ليه فين ما كان، ومن وراها كنمشيو للمكسيك وكنشوفوا ايدي اللي غتكونوا كتعرفوا كاملين من الاجزاء اللي فاتوا ديال فينوم، وهو طافي بكثره الشراب. وعلى هاد الهضره ما رداش لينا فينوم في وجهنا ونوضو باش يزيد كاس اخر. هنا كيشوف ايدي بلي كيقلبوا عليه حيت كيصحاب ليهم بلي قتل واحد الضابط اللي سميتو باتريك، وكيقرر باش يهرب للندن. من وراها كيخرج ايدي وكيسمع الصوت ديال الكلاب، تما كيمشي باش يشوف شنو واقع، وملي كيوصل كيلقى بزاف ديال الكلاب محبوسين، وكيعرف بلي هاد الكلاب كيديروا ليهم كومبا وكيراهنوا عليهم. وتما كيسمع شي صوت طل وراه باش يشوف ديال من، وغيلقى المافيا اللي حابسين هاد الكلاب واللي بالدور ديالهم غيدوروا بيه. من وراه كيقولوا لي بلي جا البلاصه الغلط وما عارفينش بلي غيدوزوا اكفاس دقيقه في حياتهم. تما كيحاول ايدي ينصحهم باش يمشيو قبل ما راكم عارفين فينوم لا مشى حتى جعر راه صافي. خوتنا كيسحاب لهم ايدي غير بقوه الخلعه بغى يضحكهم باش يخليوه يمشي. تما الرئيس ديال العصابه كيحط يموس على وجهه. هنا فينوم غيتقادر يصبر وغيضرب الاول بركله، الثاني بقجه، الثالث بصنداله، ومن وراها الرابع. وضروري ما تلاقى مع هاد النوع في الحياه ما قادين على والو، فيهم غير قوه الهضره. خرج فينوم ضرب بهم غير بريكول ورجع صافي. هنا ايدي كيكمل الوجهه ديالو اللي هي لندن. تما كيبان وراه واحد من دوك الوحوش اللي صيفطهم نول، ومن وراه كيبان لينا بلي شي واحد كيراقب ايدي واللي غيعيط للجنرال سترينكلاند، واللي هو هاد خونا. فين جا للحانه اللي كان فيها ايدي. تما كياخذ واحد العينه اللي كان خلاها فينوم بلا ما يقصد، وبدا كيستجوب في السرباي ديال الحانه اللي قال لي بلي كان واحد خونا ما تعرف تقول مسطي ولا بعقله، شويه هنا وشويه لهي. اييه زيد كمل. وكانوا كيخرجوا لي ايدين من ظهره. المهم الشاف راه ما مأكدش من هادشي، راه واقيلا كنت سكران. هنا ستريكلاند كينوض وكيامر واحد من الرجال ديالو باش يجيب معاه السرباي، وهذه هي اخر مره غنشوفوه فيها. المهم من وراها كنشوف واحد ختنا اللي كانت ناعسه، وكتحلم بجوج خوت مسكين على الارض، وكنعرفوا من الهضره اللي دارت بيناتهم بلي الحلم ديالهم يخدموا في مجال المخلوقات الفضائيه. تما كتجي واحد العاصفه وكيحاولوا يمشيو قبل ما يمشي فيهم شي واحد الاخره، وهما كيجريو وكتنزل عليهم واحد الصاعقه اللي كتسبب في المقتل ديال واحد فيهم. وهنا كتفيق ختنا وهي مخلوعه وكتلقى ميساج من الجنرال سترينكلاند، وتما كتهز طوموبيلتها وكتحرك لعندو المنطقه 51، وكنعرفوا بلي هي خدامه عالمه في هذه المنطقه. تما كتلاقى بالجنرال سترينكلاند واللي كيمشي مع المختبر باش يوريها باتريك اللي كنا شفنا في بدايه الفيلم باللي مات. كيفاش مات ودابا حي ساهله حيت زرعوا فيه طفيلي بحال فينوم اللي كاين في ايدي واللي يقدر يعتقو من الموت. المهم تما بداو كيحاولوا يتواصلوا معاه باش يعرفوا الحقيقه ديالو ديال الطفيليات. هنا كيقول لهم بلي جاو باش يقلبوا على شي ملجا امن يتخباو فيه من الوحوش ديال نول، والا مشاو حتى لقاوهم ما غيبقى فيهم حتى شي واحد حي. المهم من وراها كتنتقل بين الاحداث عند ايدي وفينوم واللي كانوا راكبين في الطياره. لا بغيت نقول لاصقين فيها. المهم باش يمشيو للوجهه ديالهم لندن. تما ايدي ما قادش يصبر على هاد الحاله اللي فيها هو تحول لفينوم، وكنشوفوا بلي واحد من الوحوش اللي صيفطهم نول عرف البلاصه ديال ايدي بسبب اندماج ديالو مع فينوم. وشنو غيبقى واقف كيتسنى؟ لا غينقز عندهم وغيديروا كومبو فوق الطياره. يلا اللي طاح ماشي راجل. المهم بقاو ضربه هنا ضربه لهيه حتى فينوم قدر يدخل الوحش في المحرك ديال الطياره. تما حيد اندماج ديالو مع ايدي باش ما يعرفوش الموقع ديالو. من وراها نقز وقال ايدي بلي داك الوحش سميتو الزينوفيج ونول مصيفطهم ليهم باش ياخذ الكودكس. المهم تما كيشوف ايدي واحد الهورس اللي كيدخل فيه وكيحاولوا الهورس برو ماكس، ومن وراها كيكملوا الطريق للندن. هنا كنمشيو لعند ستريكلاند واللي كتواصلوا واحد الاخبار على ايدي باللي كاين في واحد البلاصه خارج المكسيك اللي سميتها سيكويا، وكيقرر باش يتحرك لعنده. من وراها كنشوفوا ايدي وكيكون ستريك والجيش اللي معاه وصلوا لعنده واللي غيضربوا بواحد الموجات صوتيه. شنو غيدير في هذه اللحظه؟ قرر باش ينقص في الماء. تما تبعوا فينوم باش يندمج معاه، ولكن واش ستريك غيخليه؟ لا غيصيفط ليه الرجال ديالو باش يشدوهم قبل ما يندمجوا. تما ايدي غيضرب ليه واحد منهم قجه وفينوم غيشدوه بالشبكه. هنا ايدي بقى مطايف مع خونا حتى الدم والامانه امانته، وفينوم بقى كيدوز من حاجه لحاجه حتى قدر يهرب منهم ومشى لعند ايدي. ومع اندمجوا قدروا الوحوش يعرفوا الموقع ديالهم. تما نقز حتى لعندهم وايدي خدم الذكاء ديالو وضربها بسلته وخلى الجنود ديال ستريك مطايفين معاه. المهم من وراك يقول ايدي الفينوم بلي دبرت لينا عليها وما بقيناش مطلوبين غير من الشرطه ولكن حتى من الجيش وزيد عليها نول. وهنا كنشوفوا العالمه وهي كتهضر مع الطفيلي اللي داخل في باتريك، وقالت لي بلي الوحوش اللي قلتي لينا راه وصلوا. هنا كيتحول الوضع ديالو الاصلي وقال لها بلي الوحوش كيقلبوا على فينوم حيت هو اللي عنده الكودكس. هنا كيجي ستريك واللي كيسولوا على كيفاش ما يخليوش نول ياخذ الكودكس، وكيقول لي بلي كاينه طريقه وحده هي يموت واحد منهم يا ايدي يا فينوم. وستريك جات وهاد العيبه مزيانه، اصلا هو حاقد على ايدي. المهم هنا كنمشيو لعند ايدي واللي كيتلاقى مع واحد العائله. تما بدا كيتعرف عليهم.
هاد الكلب سميتو نول والشارف سميتو مارتن وهادو ولادو، ومن وراه كيعرضوا عليه باش يتغدى معاهم وكيسولوه فين غادي. هنا كيقول لهم بلي غادي للندن، تما كيشوفوا مارتن ما لابس والو في رجليه وما غيفهم والو، كيفاش غادي حتى للندن بهاد الحاله. المهم من وراه كنعرفوا بلي مارتن مهووس بالمخلوقات الفضائيه والحلم ديالو يتلاقى مع شي واحد منهم. صافي تما كيعرض على ايدي باش يمشي معاهم يوصلوا حيت غيدوزوا من تما، والوجهه ديالهم هي المنطقه 51 وهي المنطقه اللي فيها العالمه والسويق. المهم تما كيشدوا الطريق وكيبداو يغنيو، وايدي كيقول فراسو واش هاد العائله طاحت فيها. ومن وراها كيوصلوا لندن، ومارتن كيعطي لايدي شويه ديال الفلوس وصنداله باش يعدي بها، وكيكملوا الطريق المنطقه 51. هنا ايدي كيقصد واحد الاوتيل واللي كيحبسوا في الطريق حيت باين عليه الكحت. تما كيتدخل فينوم وكينعسو بضربه واحده. من وراها كيشوف ايدي واحد خونا ضارب واحد الكوسيم وكيأدي نداء الطبيعه، واش غيبقى كيتفرج فيه؟ لا غيقصدو. المهم وغيدخل الاوتيل بكل ثقه في النفس. تما فينوم ضرب على الباص ديال القمر، هو يقول ايدي شبان لك نطوبلو دوك الفلوس اللي عطانا مارتن. هنا دخل الفلوس اللي عنده كاملين وبقى على الدص. فينوم غا بحال صحاب الاي كوميرس، غا كيقيدك وكيرجع للور. المهم وهو كيفكر اش غيدير في هاد الوحله، هنا كيتلاقى مع واحد ختنا اللي كيعرفها من الاجزاء اللي فاتوا واللي كتعرض عليه باش يمشي معاها. وهنا كنمشيو لعند السويق واللي غتوصلوا اخبار جديده على الموقع ديال ايدي، وتما قرر باش يصيفط لي واحد المجموعه من الرجال ديالو باش يشدوه. ومن وراها كنرجعوا لعند ايدي واللي غيكون زاهي مع راسو حتى كيهبطوا عليه من السما، وتما كيضربوه بالموجات الصوتيه وكيشدوه. ومن وراها كنشوفوا واحد من الوحوش ديال النور واللي غيكون تبع من المنطقه 51. المهم هنا كنتقلوا لعند العائله ديال مارتن واللي غيكون وصلوا للمنطقه. تما كيشوف ولد مارتن واحد الفتحه وكيقرروا باش يدخلوا منها. المهم من وراها كنرجعوا لعند ايدي واللي كيسمع شي صوت كيعيط عليه، كيمشي باش يشوف شكون. هنا كيلقى باتريك وما كيفهم والو. ياك خليتك ميت اش كدير هنا؟ تما الطفيلي كيستحوذ على باتريك، وهاد الطفيلي غنسميوه الخضر. المهم وكيقول لي ما تخليش النولي ياخذ الكودكس وما فيها باس الا حررتينا حتى حنا من هاد البلاصه. وتما كتجي العالمه لعند ايدي وكيتبعها السويق واللي ما كيعطلش ايدي وكيتيري فيه. وفي هاد اللحظه كيخرج فينوم اللي كان مخبي في الجسد ديال كريس واللي كيشير بالسويق. ومن وراها كينتقل الجسد ديال ايدي. وانتوما كيسحاب لكم سالات هنا لا عاد ما زادت كحالت، حيت داك الوحش اللي كان دخل قبيله جا باش يلعب معاهم شويه. وتما كيبغي يهجم على فينوم ولكن كينقز عليه الطفيلي الخضر واللي كيضحي براسو باش يحمي فينوم. ومن وراها كيطلب فينوم منهم باش يحرروا الطفيليات اللي باقيين. تما كتحررهم كريس وفينوم كيرجع يدخل في ايدي باش الوحش ما يعرفش الموقع ديالهم. المهم في هاد اللحظه كاع الطفيليات اختاروا لهم شي واحد يدخلوا فيه. من وراها بداو مطايفه مع الوحش ولكن راه ما مصروتش ليهم، غير واحد ودار لهم حاله. المهم انا قرر ايدي وفينوم باش يستدرجوا الوحش لبرا ويكملوا مع الكومبا. ومن وراها كنشوفوا العائله ديال مارتن هما طالعين فوق واحد من ابراج المراقبه. وفي ديك اللحظه كيخرج ايدي ومع الطفيليات وكيشبكوها مع الوحش، دقه هنا دقه لهيه، ومره كيطحن فيهم شي واحد. المهم من وراها كيحاول ايدي باش يبعد على الوحش، وتما كيضرب على مارتن وكيطلع لعندو. وفي هاد اللحظه السويق كيسخن عليه راسو وكيضرب الوحش قذيفه واللي كتسبب في انهيار ديال مركز المراقبه اللي فيه مارتن وعائلته. وتما كيتدخل ايدي وواحد من الطفيليات باش يعتقوهم. وفي هاد اللحظه الوحش ما كيكفاش هادشي اللي دار فيهم وكيعيط على الوحوش الاخرين واللي كيتعداو على الطفيليات. هنا ايدي جاتو الفكره باش يعاود يستدرجهم للبلاصه ديال المتفجرات واللي ما قداش معاهم في والو. ومن وراها كنشوفوا مارتن واللي غيكون قدر يهرب مع عائلته، وهذه هي اخر مره غيقلب فيها على شي مخلوق فضائي. المهم نرجعوا للسويق واللي كان حتى هو كيتير في الوحوش من نيتو بحال غيطرا شي تغيير. وفي هاد اللحظه كيقدر واحد من الوحوش يضربو باش يهنينا منه. وهنا ايدي كيدير اخر ورقه عنده كيعطي الموتور ما في جهدو. ومن وراها كيهز الجناح ديال الهليكوبتر وكيقطع به الوحش. ومن وراها كيقدر واحد من الوحوش باش يضرب ايدي، وعلى شويه كان غيطحنوا ولكن تدخل مارتن وعتقو. وهنا كنمشيو لعند السويق ومن وراها ايدي واللي غيكونوا واكلين هديه بصح وما قادرينش يكملوا الكومبا مع الوحوش. هنا ايدي كيبدا يتسامح مع فينوم وكيفقدوا الامل في الحياه. وفي هاد اللحظه ايدي كيخرج وكيتبعوا فينوم. وهنا فينوم بدا كيحاول ياخذ الوحوش لواحد الاله ديال الحمض النووي ومن وراها يذوبهم. تما السويق كيفهم فينوم وكيامر العالمه وكريس باش يهربوا وكينوض باش يخدم الاله. المهم من وراها كيوصل فينوم وكينفاصل مع ايدي وكيقول لي بلي عمرني غنساك وحتى انت ما تنسانيش. وهنا كنعرفوا بلي قرر يضحي براسو. تما كيغطي ايدي باش ما يوقع ليه والو. ومن وراها السويق كيخدم الاله وكيقرر باش يفجر كلشي. وعلى شويه كانت كريس غتبع فينوم ولكن في اخر لحظه العالمه كتجبد واحد الطفيلي اللي كانت مخبيه وكتمشي بواحد السرعه خارقه وكتقدر تعتق كريس بسبب اندماج ديال الطفيلي مع الصاعقه اللي كانت ضربتها ملي كانت صغيره. المهم من وراها كتنتقل بين الاحداث اللي عند ايدي اللي كيكون في السبيطار واللي كيسحب لي بلي غير كان كيحلم، حتى كيصدموا واحد خونا اللي كيقول لي هذه ماشي بلاصتو وما كتجيش غتقدر تخليه يبقى معاك، وبسبب الشجاعه ديالك قررنا باش نسقطوا عليك كاع التهم اللي عندك وما تضيعش هذه الفرصه وبدا حياه جديده. المهم حتى حنا غنكونوا سالين الفيلم. إلا عجبك ما تنساش دير معاك لايك وسبسكرايب باش يوصلك اي فيديو كنحطوه، وشي فولو في انستغرام اللي غتلقاو في الوصف.
تهلاو.